استعدوا للشتاء الأسقع في التاريخ، لأن كوكب الأرض وخصوصا المنطقة العربية على ميعاد مع أسوأ فصول الشتاء اللي مروا عليها، وده بسبب التغير المناخي والتأثيرات الناتجة عنه والظواهر المناخية اللي هحكي لك عنها دلوقتي. وهحكي لك كمان عن توقعات العلماء اللي هتخلينا نعيش في طقس ما عشناهوش قبل كده. بس قبل ما أحكي لك ده لازم أعرفك إن في مصيبة كبيرة احتمال تحصل الفترة اللي جاية، خسائرها بتعادل اللي حصلت في الحرب العالمية الأولى، واللي راح ضحيتها أكتر من 20 مليون إنسان. بس المرة دي هيكون ملايين الضحايا دول من مصر والسودان، والسبب هيكون أثيوبيا وسد النهضة. كوباية القهوة بتاعتك وخليك معايا، وخليني أقولك إزاي الكارثة دي هتحصل وإيه علاقتها بالشتاء وتغيير المناخ. أنا أحمد طه وأنت بتسمع الخلاصة. أهلا بيك يا صديقي العزيز في حلقة جديدة من الخلاصة. من بداية أول أيام الشتاء العلماء سجلوا أعلى درجة حرارة في التاريخ، ده طبقا للمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، ده غير شهور الصيف اللي سجلت أكتر شهور حر في تاريخ البشرية. وأكد علماء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن بنسبة 90% هتظهر تأثيرات ظاهرة النينيو بشكل واضح بداية من الشتاء ده، واللي هتزيد بشكل كبير من احتمالية تحطيم الأرقام القياسية في درجات الحرارة. وده بيرجع لأسباب كتير، أولها بسبب التغير المناخي اللي بتزيد تأثيراته سنة عن التانية، ده غير الظواهر المناخية المتطرفة اللي بيمر بيها العالم زي ظاهرة النينيو واللي اتكلمنا عنها قبل كده في حلقة النينيو والقبة الحرارية. هسيب لك لينك الحلقة في المصادر. ظاهرة النينيو باختصار هي ظاهرة بتحصل كل 7 سنين بسبب زيادة درجة حرارة المية وضعف الرياح التجارية اللي طبيعي بتأثر في المناخ وتتسبب في موجات حر وجفاف في مناطق وبرد شديد وسيول في مناطق تانية، وبالتالي بتسبب تطرفات مناخية في العالم كله، زي ما شفنا الحرائق في اليونان وإيطاليا وتونس والجزائر والمغرب واللي تسببت في خسائر بالمليارات. متوقع اننا نشوف مع الشتاء ده مناطق هتواجه اخطار السيول والفيضانات بشكل اعنف بكتير من الطبيعي، ده اللي شفناه من كام يوم في اثيوبيا والصومال وفرنسا والهند، البلاد اللي بقالهم سنين عايشين في حر وجفاف، لكن بسبب ظاهرة النينيو حصل عندهم امطار شديدة وصلت لدرجة الفيضانات اللي دمرت البيوت والطرق والجسور اللي في طريقها، ده غير السيول والفيضانات اللي حصلت في قطر والامارات اللي نادرة لما بيحصل فيها كده، والظواهر العنيفة اللي ضربت العالم كله ابتداء من سبتمبر اللي فات، من الأعاصير العنيفة اللي ضربت تايوان والصين اللي ما شافتش زيها من أكتر من 140 سنة، والعاصفة دانيال اللي تسببت في فيضانات في تركيا والنرويج والدنمارك واليونان وليبيا واللي ما حصلتش زيها في 30 سنة، لدرجة إن مدينة ديرنا الليبية اتمسح ربعها تقريبا من على الخريطة. واللي زود الكارثة انهيار سدين في ليبيا كانوا بيحتجزوا كمية ضخمة من المية وراها، واللي تسبب في مضاعفة حجم المية اللي تسببت في مسح جزء كبير جدا من مدينة ديرنا، والسيول الشديدة اللي ضربت أمريكا والبرازيل وتسببت في خسائر اقتصادية توصل ل 84 تريليون دولار. ووصف حاكم البرازيل اللي أعلن حالة الطوارئ في البلد بأنها الأكثر عنفا على الإطلاق. وبيتوقع العلماء أن تأثير ظاهرة النينيو هيكمل معانا ل 2024، وإن الاضطرابات والتأثيرات المناخية حدتها هتزيد زي السيول والفيضانات، وهتكون أقوى وأشد من السنين اللي فاتت. ده غير توقع علماء الطقس ان المنطقه العربيه هتعيش ابرد شتاء مر عليها في تاريخها. بس هل ممكن السيول والفيضانات دي تاثر علينا؟ رد جه من الجيولوجي المصري وخبير الموارد المائيه عباس شراقي اللي حذر من خطر تكرار سيناريو ديرنا بسبب سد النهضه، لان سد النهضه اللي شغالين عليه يا صديقي اكبر من السدين اللي انهاروا في ليبيا ب 3000 مره، غير ان منطقه سد النهضه خطورتها اعلى بسبب الفيضانات السنويه والانحدارات الشديده والنشاط الزلزالي الاكبر في القاره الافريقيه. فالسد مبني في منطقة زلزالية نشطة بتقع في منطقة الأخدود الأفريقي، غير إنها منطقة بركانية مكونة من صخور بازلتية بركانية بتتحلل بمية الأمطار، وحصل عندهم 8 زلازل في آخر 5 سنين، وانهار عندهم أكتر من سد قبل كده، واللي كان منهم سد جي بي 2 اللي انهار 3 مرات، وآخر انهيار حصل له بعد افتتاحه ب10 أيام بس في يناير 2010، ومع ذلك لسه مكملين في المشروع بتاعهم. المشكلة إن حجم المية اللي ورا سد النهضة حوالي 74 مليار متر مكعب. السد ده لو انهار هيمسح مناطق كاملة حرفيا من على الخريطة، وفي احتمال إنه يغرق دولة السودان بالكامل، والسودان هتتحول لبحيرة ضخمة وعدد الضحايا هيبقى بالملايين. ومش بس كده، انهيار سد النهضة مش بس هيقف عند السودان، ده هيتسبب في انهيار السدود السودانية، واللي هيتسبب في إضافة كميات كبيرة من المية هتوصل للنوبة وأسوان عندنا. ده اللي حذر منه علماء الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة شامبتون الأمريكية، وقالوا إن السد بيهدد حياة وممتلكات 150 مليون مواطن هم سكان مصر والسودان، غير الدراسات اللي أكدت عدم أمان السد هندسيا وجيولوجيا. أثيوبيا كده مش هتتضر لو انهار سد النهضة، لأنه ببساطة على الحدود وما عندهاش أي مدن أو قرى في نفس المنطقة، لكنه أعلى من سد الروسيرس السوداني ب 100 متر،
وبالتالي نقدر نعتبره سلاح مائي ممكن يتسبب في تدمير كامل للسودان. يعني زي ما لازم تعرف التهديد اللي جاي لك من سد النهضة، لازم تاخد بالك برضو من الشتاء والبرد اللي جاي وهيمر على اخواتنا في فلسطين والسودان. اتمنى ان الشتاء ده يكون خفيف على اهلنا واخواتنا اللي هيضطروا يواجهوا كل ده في المخيمات ووسط الظروف دي، فياريت ما تنساهمش بدعمك ودعواتك ليهم. انا احمد طه، اشوفكم بخير.